شنو هي الرسائل اللي بغى يوصل وليد الركراكي قبل معركة ثمن النهائي؟ اجي نقراو ما وراء السطور. اول نقطة وتعتبر المفتاح هي الفعالية. الركراكي كان واضح، التسجيل في الربع الساعة الأولى كيقلب الماتش وكيسهل المأمورية. هذه الواقعية هي اللي غيبغي يشوفها في الأدوار الإقصائية باش نتفاداو سيناريوهات التعقيد اللي شفناها قبل. ثاني حاجة القضية ديال الروتاسيون. حكيمي خصو يرتاح ودخول الشي ما كانش غير قرار بدني، بل رسالة للمجموعة كاملة بلي المنتخب عنده 28 لاعب جاهز. وليد كيبني الثقة عند البدلاء وفي نفس الوقت كيحمي الركائز ديالو بالماتشات اللي ما فيهاش تعويض. ثالث حاجة وبالنسبة للجدل حول إبراهيم دياز، التحليل المنطقي كيقول أن هذا الشيء كيتسير عبر شكل بدني محض. لاعب جاي من ريتم عالي مع الريال، ووليد كيجري بذكاء، كيعطيه دقائق مدروسة باش يكون فريش وحاسين في اللحظة اللي غنحتاجو فيها الفرقة ديال بصح. رابع حاجة دور المدرب كدرع واقي. لاحظتوا كيفاش دافع باستماتة على أناحي وأمرابط. وليد كيتصدق الإعلامي وكياخذ الانتقادات في صدره باش يخلي التيران وتركيز اللاعبين فقط. هذه هي قوة تدبير المجموعة. خامس حاجة تغيير العقلية. سار دور المجموعات ودابا دخلنا في مود ديال الكاس. الركراكي لما حل السيناريو ديال المباراة ديال الكاس، يا تربح يا تمشي، يعني ما بقاش مجال للخطأ واللعب غيولي على التفاصيل الصغيرة. واخيرا العامل السوسيو-ثقافي. وليد عارف العقليه المغربيه العاطفيه وكيركز بزاف على اللحمه الوطنيه. هو عارف باللي التكتيك بوحدو ما كافيش، خاص الجمهور يكون هو اللاعب رقم 12 وبالصبر وبالتشجيع حتى لاخر دقيقه. كانت هذه قراءه تحليليه لرسائل المدرب. انتم شنو بان لكم في تدبير الركراكي لهذه المرحله؟ جاوبونا في التعليق وديما مغرب.